مساء الخير مشاهدينا، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فلاش. هيكون معانا بعد الفاصل مون رايز كيندم، هو فيلم الافتتاح لمهرجان كان في دورته الخامسة والستين. جمال عبد الناصر بدلا من أحمد راتب في بالأمر المباشر، وكاميرا فلاش في لقاء خاص مع الفنانة نرمين الفقي. أعلن القائمون على مهرجان كان في دورته الخامسة والستين إن فيلم الافتتاح هيكون فيلم بعنوان مون رايز كيندم، البطولة لبروس ويلس وبيلي مورواي، والحقيقة إن الإخراج للمخرج وايز أندرسون. الفيلم ده اتصور في إحدى الجزر البريطانية الكبرى، وأخد وقت كبير جدا في التصوير، وهو من نوعية الأعمال الدرامية. هيعرض في دور العرض السينمائية الفرنسية في 15 مايو، وهيعرض في الولايات المتحدة الأمريكية في 25 مايو. احنا في انتظار الفيلم ده، مون رايز كيندم لبروس ويلس. بينضم الفنان جمال عبد الناصر لأسرة مسلسل بالأمر المباشر بعد اعتذار الفنان أحمد راتب عن أداء الدور، وبيجسد شخصية صلاح اللي بيواجه مشكلات كتيرة جدا من قبل رؤسائه، لأن هو بيرفض أن هو يدخل معاهم في معاملات خاصة بفكرة خصخصة بعض الشركات المملوكة للقطاع العام. ده بيدخله في ورطة كبيرة، هنعرف تفاصيلها منه ومن كل طاقم العمل لما نشوف المسلسل. وطبعا بنتمنى للفنان جمال عبد الناصر كل تفوق وكل يعني دوره مميز، وهو هيعمل حاجه جديده، فاحنا منتظرين يا ترى هيعمل لنا ايه جمال عبد الناصر. مهم جدا نعرف مين الابطال اللي مع الفنان جمال عبد الناصر. هنلاقي الفنانه نهال عنبر، هنلاقي كمان الفنان احمد عزمي، الفنانه زيزي البدراوي، وعدد كبير جدا من الفنانين والفنانات اللي هيشاركوا البطوله في مسلسل بالامر المباشر. التاليف للمؤلف زكريا السيلي، اما الاخراج للمخرج نبيل الجوهري. الفنانة نرمين الفقي الحقيقة إنها مشغولة جدا الأيام دي بتصوير دورها في مسلسلها الجديد لعبة السنين مع المخرج خالد بهجت، وبتقدم دور مختلف عن كل الأدوار اللي قدمتها قبل كده. معروف جدا عن نرمين الفقي إن هي بتنتقي أدوارها بعناية وبدقة، كمان بترحب جدا بالنقد البناء. هنتكلم أكتر مع نرمين الفقي ونعرف منها عن دورها من خلال اللقاء اللي جاي في كاميرا فلاش. النقد البناء عمره ما بيضايق الفنان، والنقد الغير بناء ما بقاش الفنان خلاص بينتبه ليه، لان بقت كلام فاضي. لكن النقد البناء انت بتبقى بتحترمه وبتحبه جدا. يعني انا ما اتكتبش، الحمد لله يا رب، ما اتكتبش عني نقد